خلاص رسميا نزل الطرح اللي بنسأل عنه كلنا، طرح قطع الأراضي مسكن 3. الناس بتسأل على مواعيد الطرح وإزاي نقدم عليه، وكمان نازل في أي المدن، وهل هو مجدي إن احنا نقدم عليه بالفعل ولا ما نقدمش. وهو ده موضوع حلقة النهاردة، هوضح لك كل حاجة عن تفاصيل الطرح الجديد اللي هيبدأ من يوم الثلاث اللي جاي. فيلا نبدأ حلقتنا بسرعة بدون كلام كتير. هاني الخميسي وده الكلام في المفيد. السلام عليكم، يا اهلا ومرحبا بكم. طبعا الناس بتسالنا عن طرح قطع الاراضي، اسئله كتير جدا واستشارات وصلتني عن موضوع الطرح الجديد او الطرح الثالث لمسكن. نازل فين الطرح ده، وعدد القطع اللي فيه كام، وبناء على عدد القطع هل نقدم ولا ما نقدمش، يعني الموضوع هيكون مجدي ولا لا، وبيمشي ازاي الموضوع ده من الالف للياء علشان تقدر تاخد قطعه ارض من اراضي مسكن اللي بتطرحها هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده ممثله عن وزاره الاسكان. في البدايه يا صديقي عايز اقول لك ان انا عملت لك حلقه كامله مخصصه عن حكايه مسكن وايه هو مسكن وازاي بيتم توزيع الاراضي وازاي تدخل في الطرح ده. انصحك تسمع الحلقه دي لو ما كنت شفتها لانها مهمه جدا بالنسبه لك وهتوضح لك كل الامور بتمشي ازاي. الحلقه هي دي وهتظهر معاك دلوقتي فوق في الهاي وهسيبها لك في الوصف تحت الفيديو، يا ريت تسمعها فعلا لانك هتستفيد منها. خلينا نقول لكم بقى الطرح ده نازل فين يا جماعه. نازل في مجموعه من المدن، نازل حوالي 522 قطعة أرض أكثر تميزا ومميزة ومتوسط، وعدد القطع الأكثر تميزا عددها 38 قطعة، ونازلة فين؟ نازلة في 3 مدن، نازلة في القاهرة الجديدة وفي مدينة العبور وفي مدينة المنصورة الجديدة. أما بقى عدد القطع المميزة حوالي 155 قطعة، ونازلة فين؟ نازلة في حدائق أكتوبر وفي مدينة الشروق والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديدة والفيوم الجديدة، ونازلة كمان في بني سويف الجديدة. أما قطع الأراضي المتوسطة عددها حوالي 329 قطعة، ونازلة فين القطعة دي؟ نازلة في مدينة السادات ونازلة في برج العرب الجديدة وكمان طيبة الجديدة وأسوان الجديدة وناصر الجديدة وغرب قنا الجديدة ومدينة إخميم. الطرح ده بقى يبدأ إن شاء الله من يوم الثلاث الجاي يوم 22/8/2023. هل نقدم على الطرح ده ولا ما نقدمش؟ بص يا صديقي، وعايزين نكون متفقين مع بعضنا، كل طروحات الدولة هي نازلة لمجموع الشعب المصري. كل الناس حابة تاخد في مشروعات الدولة عشان عامل الأمان وإن ده حقها في الدولة، فبالتالي هينزل طرح واثنين وثلاثة وأربعة فهتلاقي إقبال عليه شديد جدا. فأنت مفيش قدامك إلا إنك تاخد بالأسباب وتقدم في أي طرح بينزل، بس تقدم وفقا لمعايير المنطق اللي بتقول إنك ممكن تنافس في الطرح ده. يعني مثلا ما تجيش تدفع جدية الحجز وتعمل نسبة استكمال بسيطة في الطرح ده وتيجي تقول أنا عايز أفوز بقطعة الأرض. لازم نعيش الواقع. الطرح ده إحنا قلنا بأعلى نسب استكمال، يعني أكتر واحد هيدفع من قيمة الأرض أو ثمن الأرض هو اللي هيفوز بيها. فبالتالي أنا عايزك لما تدخل الطرح ده قدامك خيارين. الخيار الأول إنك تشوف قطعة أرض مش مميزة قوي علشان العين ما تبقاش عليها، وساعتها دي اللي ممكن تعمل لها نسبة استكمال. يعني مثلا تدفع جدية الحجز بتاعتها وتقول أنا عايز أوصل مثلا ل 25% أو 50% من ثمنها وأقسط الباقي بقى على ال3 سنين اللي بيكون مسموح بيها القسط. أما بقى لو حضرتك بتفكر في قطعة أرض كويسة أو مميزة من وجهة نظرك فالعين هتبقى عليها كبيرة جدا، فلازم تدخل فيها كاش. بل إن الواقع العملي معظم القطع وعلشان هي مميزة كلها وعددهم قليل وبيبقوا نازلين في أماكن حيوية بيكون الإقبال عليهم كاش. فأنا بفضل لك وإنك تقول في الآخر كده إنك هتاخدها كاش، وبعد كده ربنا أكرمك وقدرت تدبر مبلغها وتدفعها كاش تمام. ما قدرتش ساعتها تقدر تتصرف فيها عادي جدا ومسموح لك إنك تتصرف فيها مفيش مشكلة. الطرح ده نازل متوسط ومميز وأكثر تميزا، وقلنا مساحات المتوسط بتبدأ 209 276 متر، والمميز بتكون 400 و500 و600 متر مثلا، والأكثر تميزا ممكن تكون 700 800 1000 متر 1200 حسب كل قطعة. ومفيش ما يمنع إنك تلاقي قطعة مميزة ومساحتها 260 متر بس زي ما حصل في الطرح اللي فات. الكلام ده كله هنعرفه بالتفصيل وهعمل لكم عنه حلقات مفصلة لما ينزل الطرح رسميا ان شاء الله يوم الثلاث الجاي، وهنفتح معاكم الموقع وهنشوف القطع ونشوف المساحات وهنعمل انظمه حسابيه وهعرفكم ازاي تسجلوا. فمش عايزين نستعجل لان الطرح ده مده التقديم عليه شهرين كاملين، هيبدا من يوم 22/8/2023
وهينتهي امتى؟ هينتهي يوم 21/10/2023. مفيش اي اسبقيه، اللي هيقدم في اول يوم زي اللي هيقدم في اخر يوم. في الاخر هيئه المجتمعات العمرانيه هتشوف حضرتك وغيرك 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 كتبوا كام اثناء التسجيل على الموقع، وقالوا احنا عايزين ناخد قطعه الارض دي ازاي. يعني مثلا انت بتدفع 25,000 جنيه في المتوسط جديه حجز، وفي المميز بتدفع 100,000 جنيه، وفي الاكثر تميزا بتدفع 350,000 جنيه. المبلغ اللي انت دفعته ده، خلينا في المتوسط والمميز، بتيجي وانت بتقدم على الموقع بتقول كده انا عايز اكمل على جديه الحجز دي كام من اجمالي ثمن الارض، نسبه كام. يعني واحد يقول انا عايز اكمل لحد ما اوصل 25% من اجمالي ثمن الارض، وغيرك ممكن يقول عايز اكمل لحد ما اوصل 50%، وغيرك يقول 70 و80%. اعلى واحد هيحط نسبه هو اللي هيفوز بيها. طبعا لما بيتقفل باب الحجز والناس كلها كتبت، محدش بيبقى عارف انت كتبت ايه وغيرك كتب ايه وغيرك كتب ايه، اللهم الا الناس على الجروبات ممكن تكون بتتكلم مع بعضها، بس الواقع العملي انها اسمها مظاريف مغلقه، يعني محدش يعرف التاني يقدم ازاي. هيئه المجتمعات العمرانيه والموظفين المسؤولين هيفتحوا الطلبات بتاعتكم بعد ما يتقفل باب الحجز، وهيشوفوا اعلى نسب استكمال. طب لو اكتشفوا ان في مجموعه من الاشخاص تساووا في نسب الاستكمال، ايه اللي هيحصل في الوقت ده؟ هيعملوا بينهم قرعه علنيه، والقرعه دي احنا قلنا بتبقى في احد اجهزه المدن الجديده. الناس كلها اللي تساوت او كتبت نسبه استكمال مساويه لغيرها بيخشوا قرعه، وبيجيبوا طفل ويختار واحد كده من الصندوق، وهو اللي بيفوز بقطعه الارض اللي عليها المنافسه دي. ودي كانت تفاصيل قطع الاراضي اللي نازله اللي عددها حوالي 522 قطعه. حبيت اديك نبذه عنها مبدئيا لحد ما ينزل الطرح رسميا ونبدا نفسر سعر المتر وسعر القطعه كام والتسديد ازاي وازاي نسجل. عايزك تفكر كويس جدا جدا قبل ما تاخد قرارك، عشان الفلوس بتاعتك هتتركن لمده شهرين وما بعده، ممكن شهر كمان لحد ما يتم البت في الموضوع. فلو انت عندك مصلحه ملحه وضروريه، حضرتك انصحك انك ممكن تشوفها وبلاش تقدم في الطرح ده، او ان حضرتك تقدم بس خلي فلوسك معاك لحد اخر يوم او اخر 3-4 ايام في التقديم. مش شرط انك تدخل دلوقتي على الموقع وتقدم، لان انا شايف ان الموضوع ده مش هيكون في صالحك، بل ان الفلوس تكون معاك في ايدك افضل لك بكتير جدا، علشان لو حبيت بعد كده تستخدمها في اي حاجه لا قدر الله خلال شهرين، اللي هيخليك تدفع من دلوقتي من يوم 22 وتستنى لحد ما يقفل يوم 21/10، ما انت ممكن تدخل يوم 15/10 19/10 20/10 21/10 تخلص كل حاجه وانت المستفيد. وبس كده يا جماعه، دي كانت التفاصيل المبدئيه عن طرح قطع الاراضي مسكن 3 لما نزلت رسميا وتم الاعلان عنها على صفحه الفيسبوك الخاصه بوزاره الاسكان. اتمنى اكون قدمت لكم افاده بخصوصها، وتابعوني باستمرار لاني مكمل معاكم كل ما هو مفيد في امور حياتنا اليوميه، وخاصه مشاريع الاسكان سواء اراضي او شقق. نقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه، وما تنسوش الدعم باللايك والشير منكم، لانه شيء مهم جدا جدا بالنسبه لي، هيفرق معنويا ويخلينا نكمل في الكلام المفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.